بالك عشان انت لو ما عملتش الكلمتين دول هينفضوك، هتتقلب بمعنى اصح بلبس الشغل. وبعمل لك الفيديو عشان ما انساش الكلمتين المهمين. عمر احمد بيقول لك ايه؟ في حاله ان انت ساكن في مدينه جامعيه او في شقه بره، ففي شويه حاجات هتعملها بما انك قربت تخلص امتحانات كده ونازل اجازه باذن الله، طبعا بالنجاح والتوفيق الاول. لو انت في مدينه جامعيه ما تسيبش اي جهاز الكتروني يخصك في المدينه، حتى لو في الدولاب وقافل عليه بالقفل. بلاش امان، بس الامان الاكتر ممكن يتخبط، حد يجي ينظف الاوضه يقلب الدولاب ما ياخدش باله، انت مش هتبقى عارف. فلا، نبقى واخدين حذرنا كده واحتياطاتنا من الاول. طالما انت متابعني انا مش هسيب حاجه تفوتك. في حاجه اسمها اخله بتتعمل لو انت خلاص هتنزل اجازه وخلصت امتحانات. بتنزل تحت في اوضه المشرف اللي انت بتحضر فيها نفسك، بتقول له خلاص انا هعمل اخله عشان انا ماشي، لاجل ان انت ما تتفصلش. لان احيانا في مدن بتحسبها غياب طول الفتره دي وترجع تلاقي قرار فصلك قدام عينك، فتاخد بالك من النقطه دي. نقطه ثالثه ومهمه جدا، ولا شاحن لاب ولا الكلام ده كله، تاخده معاك عشان ما يتبهدلش وممكن تيجي تلاقيه مسروق. القفل احيانا بيتفور ويقول لك كنا بننظف وشاكين في الدولاب وحاجات غريبه كده ممكن تحصل. ملايتك ما تتسابش على السرير، تاخدها معاك. احنا مش في بيتنا، انت يا دوب قاعد كام شهر وماشي. البطاطين دي الوحيده اللي هتسيبها، ما تاخدهاش معاك. ليه؟ لان انت هترجع اخر 2 اول 3 هتبقى الدنيا لسه برد، فهتحتاج البطاطين بدل ما تبقى رايح جاي بيهم على الخط. انا نصحتك وانت براحتك تكون مقفل كل الاوراق بتاعتك تحت عند المشرف، دي اهم حاجه علشان الدنيا ما تتلخبطش، تبقى عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. طب لو انت في شقه بره، الموضوع هنا اصعب شويه. ليه؟ لان انت بتتعامل مع شخص غريب. الناس ممكن تكون سكنت قبلك في الشقه دي، انت ما تضمنش مين اللي كان قبلك، مين كان معاه المفتاح بتاع الشقه دي قبلك. ناس كتير، ده امه محمد حضرتك، غير اهل الراجل. فتاخد بالك ان انت ما تسيبش تيشيرت واحد جوه. البطاطين اقول لك ماشي عشان ما تتعبش، بس مفيش حد هيسرق بطاطين، والله بتتسرق. ما علينا، خد اللي تقدر عليه وامشي. اي حاجه انت ماضيها ما بينك وما بين الراجل صاحب الشقه حاول تاخدها معاك. لو انت هتقرر ان انت تسيب الشقه دي وتمشي عشان ما يبقاش ماسكك من ايدك اللي بتوجعك وترجع تلاقي معمول فيك محضر في الاسم. فناخد بالنا كده عشان نعدي سنوات الكليه بتاعتنا بسلام وامان. ولا اي جهاز الكتروني برضو يتساب، ولا تيشيرت واحد يتساب في الاوضه. كيس المخده بالملايه السرير بالكوتشيات بالشرابات بكله، ما تسيبش حاجه خالص. انا نصحتك وانت براحتك عشان ما ترجعش تقول حاجتي فين. ولا حد هيقول لك على مسؤوليتي، ولا حد يقول لك خلاص سيبه ما تشغلش بالك الحاجات دي امان ومش عارف ايه. ما تسمعش الكلام ده. ياما ناس سمعت واتخزوقت. هتقول لي انا هعرف اجيب حقي؟ لف بقى على الاقسام والمحاكم والدنيا دي وحلاني بقى. وعيب لما انت تكون متابعني وتقع في غلطه من دول. ربنا معاكم ويوفقكم وفرحوني بقى بالنتيجه. قولوا لي عملتوا ايه في الامتحانات. فتره الاجازه دي هنزل لك فيها ايه الكورسات المهمه اللي تاخدها في كل الكليه في المجال التخصص بتاعك. فاكتبوا لي في الكومنتات لاني براجع كل الفيديوهات وهعمل لكم لكل كليه لوحدها. كل يوم معلومه في حياتك العلميه والعمليه. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.